أول، وأحمد حسام أيضا من مصر مساعد ثاني، بينما صادق السالمي حكم رابع. لام يتقدم الآن، يمرر كرة خطيرة جدا ومحاولة للسد الآن على الطرف الأيمن، محاولة لعب كرة عرضية، مرور ناجح وعرضية حاضرة وخطيرة ورأسية أكرم عفيف إلى خارج أرضية الملعب. فرصة ذهبية، فرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة للسد وإلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. شوف المهارة العالية والمرور الناجح من جانب الهيدوس كالعادة، ثمينة جدا، فرصة ثمينة جدا للوداد وعرضية ناجحة من أوناجم عند مين؟ عند منتصر الهتيمي. كانت فرصة منتصر وتهيأت أمامه مباشرة، طالت الكرة. شوف كرة خطيرة وفرصة ثمينة لمنتصر الهتيمي، راحت الكرة. كولومبي ماتيوس أوريبي، لكن السد هذا الموسم صرف أكبر ميزانية في تاريخ النادي على الإطلاق، 25 مليون يورو، أكبر ميزانية في تاريخ السد الخليجية ولا العربية بالتحديد. من دون شك السد، من يعرف السد عن قريب يعرف أن نادي نموذجي على مستوى العمل. وعندنا دخول في هذه اللقطة. بطاقة حمراء على جبران، بطاقة حمراء على يحيى جبران. دخول، والحكم المصري محمود البنا الدولي يمنح الكابتن والقائد يحيى جبران بطاقة حمراء، لأن الدخول كان في قوة زائدة من جانب يحيى جبران. سنشاهد اللقطة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله من لاعبي السد. شوف هذه اللقطة، وجبران دخل بقوة زائدة وصعبة كانت الكرة. بيدرو ولم يكن لها مبرر من جانب يحيى جبران، وسقوط على أرضية ملعب. شوف حتى يحيى جبران عرف أن غلطان هذا الدخول الصعب، وحكم المباراة اتخذ قراره وأعطى بطاقة حمراء ليحيى جبران لأن يلعب الوداد ب10 لاعبين في مباراة اليوم. وعادل رمزي يتحدث مع أمين عادل رمزي المدرب الذي لم يسبق له أن عمل في المغرب كمدرب، حضر لأن يقود الوداد بعد عمل في بي اس في اندهوفن الهولندي على مستوى الفئات السنية. باريلا خوخي يسدد كرة، يا سلام، حلوة وجميلة ورائعة، متقنة تماما. المطيع يتصدى لكرة رائعة، كرة رائعة وجميلة جدا. يا سلام، يوسف هذه الكرة لبيدرو، بيدرو يعرض، يا الله على كرة، يا الله على عرضية جميلة كادت أن تحرك الجميع، ولكن تعاطف القائم الأيمن مع حارس المرمى. شفنا إصابات كثير من اللاعبين، أقوى إصابة في هذا المكان شكلها بطاقة حمراء. خذ كلام حكم اللقاء محمد صلاح، كانت أصعب إصابة لمحمد صلاح في هذا المكان في كأس دوري أبطال أوروبا. شوف هذه فيها تعمد، فيها بطاقة حمراء. خذ بطاقة حمراء، فيها بطاقة حمراء، فيها بطاقة حمراء. حكم اللقاء اتجه إلى تقنية الفيديو، تقنية الفيديو فيها بطاقة حمراء. نشوف فيها أحمر ولا أصفر. حكم اللقاء المصري البنا، غريبة جدا من حكم اللقاء. شوف اللقطة، شكلها نشوف بطاقة لا شيء، لا شيء، شكلها بطاقة قلنا لا شيء.
امين ابو الفتح. هذا هنا ايش صار؟ هنا اللي للوداد. شوف عفيف اخذ مهاره، اخذها وبعد ذلك الكره من مين؟ ماثيوس، ولكن التغطيه الدفاعيه الجميله الرائعه زرع في حلق المرمى. امين ابو الفتح، شوف الراسيه، وهذا امين بالقدم الخارجي. امين خط كورته، امين ابو الفتح الان هو يولد القوه لهذا النادي الوداد المغربي. واحد من الأندية يفعلها لا يا الله يا الله، والله على طبق من ذهب، ولا تتكرر مثل هذه الفرص. انت ناقص واحد وانت زايد على المرمى على 5 لاعبين، هذه تروح. والله راح وعدى من سعد وعدى. انتهى تماما لهذا اللقاء بالتعادل 0-0. هذه أول نتيجة في البطولة وكأس الملك سلمان للأندية